That's it, Brian? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف شخصكم؟ معكم عمر او اكسكس فركل اكسكس، وفي هذه الحلقة براويكم طريقة تحميل ماينكرافت المكركة. طبعا هاي الطريقة مضمونة 100%. طبعا ليش مضمونة؟ لانه مستحيل تخرب عليك. لو خربت عليك الطريقة يا انه انت سويت شيء غلط، يا انه ما في خيار ثاني، هو لازم تضبط عندك. فيب طبعا اعتذر على السحبة اللي سحبتها الاسبوع اللي طاف والاسبوع اللي قبله، لانه كان في فترة اختبارات قصيرة وكان مضغوط في الدراسة، لان علينا الاسبوع الجاي امتحانات نهائية، وبعدين بتيجي الاجازة، بعدين بسجل لكم مقاطع لا كيفكم. طيب طبعا خلينا نبدأ في الطريقة. طبعا تكتب هذا الشيء لو تيراميجا MC. طبعا هذه طريقة الكتابة. تنزل تحت تاخذ هالخيار، خيار ولا جزر. ينعل امك، ينعل شكلك وينعل. اعتذر على السمادة يعني. طبعا لازم ضروري تسكر الاعلانات هاي لانها بتخرب عليك واحتمال تجي منها فيروس. طيب طبعا الحين بتيجي على هاي الصفحة، بعدين بيخيرك ما بين هاي الاشياء. طبعا هو حسب جهازك ماك دق على مال ماك، جهازك لينكس دق على هذا الرابط. جهازك ويندوز اختار اي واحد من هذول الروابط. طبعا اختار اول واحد، يعني انا جهازي ويندوز. بتدق على هاي يوم يعني يقول لك بليز ويت سكند. اوكي الحين خلاص دق سكيب اد، بتيك هاي الصفحة. اخي الاعلانات اكس. اوكي طبعا سكر كل الصفحات، بس هاي اللي نحتاج. طبعا هذه الصفحة شو بتسوي فيها؟ طبعا لازم تسوي سكيب حق 3 اعلانات. طبعا زي ما انتم شايفين يعني يتشحذون، يعني يقولون ad flies are only a source of review. بيقول لك يعني انه هذا الموقع اللي تونا مسوينه مع الاد فلاي اللي هو سوينا سكيب حق الاعلان، يقول لك هذا الشيء الوحيد اللي يدخل منه دخل، يعني بعدين ما هاي الصفحة ما بتمشى. اوكي على العموم تلقى على سكيب ادز عند داونلود. طبعا بسرع لكم هاي اللقطة لانها بتطول. اوكي طبعا بتيك هاي الصفحة مرة ثانية، تدق نفس الشيء ونفس الشيء ونفس الشيء، بعدين بتوصل لصفحة. اوكي طبعا خلاص خلصنا هاي الصفحة اللي بتيك، المفروض انها تيك يعني. فيب هذه الصفحة يقول لك تيرامينج MC لانشر فيرجن 9.2. طبعا انت شو بتختار؟ هاي اللي بتختارها لي داونلود ثرو يور براوزر، يعني انها تحمل لك عند جهازك على طول. طبعا المساحة مو عالية، يعني شوف 4.5 ميجا بايت، يعني بتحمل لك في لحظة، يعني لو نتك مكيس يعني بتنزل لك في سنة. طيب طبعا بيك مني شيء. اوكي بتيك هاي هذه. فشوفوا طبعا انا ما يحتاج يعني احملها معكم مرة ثانية لان انا اصلا محملها. فيب طبعا هاي ماينكرافت اللي بتطلع لك هذه. فيب هذه ماينكرافت اللي بتطلع لك. طبعا يعني شايفين يعني مليان مشاريع، يعني محترف يعني مشاريع. اوكي على العموم يعني شو انا صحي في خصة. فشوف طلع لك هاي، فشو تسوي؟ دق عليها دقتين ويطلع لك هذا الشيء. فشو بعدين بتفتح ماينكرافت يعني طبيعيا يعني، لكن بعلمكم شو تسوون يعني في اللانشر. اوكي فشو تسوي؟ طبعا تكتب اسمك مني، وطبعا يمديك تعدل في الاوبشن، يعني تسوي مثلا اللانجوج تمهي نفسها، يعني ما تتغير اللانجوج، اصلا ما في غير الانجليزي، يعني ما اعرف ليش يقولون ما اعرف. فشو يقول لك اوتوماتيكلي login with the selected username. طبعا دق عليها on. ما يدق عليها ليش؟ اوكي مو مهم. بعدين تسوي اسم مالك، يعني مثلا تسمي عمر قمر يلا. بعدين تسوي دق على save username. اوكي بعدين بيحفظ لك مع هذول الاشياء من الاسامي مالك. بعدين دق play. بعدين مثلا يعني اختار الاصدار مالك، يعني مثلا انا بعدين شوف. بعدين دق على edit profile. بعدين اختار اي اصدار تبغاه، يعني مثلا
طبعا اللي ما يدري اذا يبي سناب شوت يعني انه تمهيد حق الاصدار اللي بيه، طبعا دق على enable experiment development version snapshot، دق عليها، دق لك دق يس، بعدين افتح حصل على اخر واحدة اللي هي سناب شوت 17W06، بعدين دق سيف بروفايل، بعدين اذا هذا اللي طلع لك اللي هو هذا ويلكم عمر ready to download and play ماينكرافت 17W06A، بعدين دق بلاي تطلع لك ماينكرافت جاهزة بكل سهولة. فيب كذا وصلنا المقطع. طبعا يا ريت تكون المقطع يعني انال اعجابكم وبعد استفدت منه. فيب كان معكم عمر او تسفر كليك 6 والسلام عليكم.